السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعي هيكون اعاده تدوير. لو عندك صينيه مصديه او بايظه او مش عاجباكي او خفيفه او اي حاجه زي دي كده، دي هنعيد تدويرها النهارده بطريقه حلوه، وكمان هنخليها كده على الطراز يعني او الشكل الرمضاني. كل سنه وانتم طيبين. بس قبل ما ابتدي، لو مش مشتركه في القناه يا ريت تنوريني وتشتركي، دوسي على الزرار الاحمر المكتوب عليه اشتراك، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تدوسي عليه لايك. نبتدي كده بسم الله. معايا هنا الصينيه دي، زي ما انتم شايفين فيها شويه صدى، تمام، وهي كمان نوع خفيف شويه وقدمت يعني، فمحتاجه ان انا اجددها. هي بصراحه بتاعت مامتي وانا خدتها منها وقلت هجددها لها وارجعها لها حلوه. يا رب تعجبها كده بعد ما اخلصها. اول حاجه عملتها، جبت الصينيه بتاعتي غسلتها حلوه قوي على الحوض بسلكه ناعمه كده. هي طبعا استانلس فهتلمع وهنطلع منها لو في صدى او اي حاجه. بسلكه ناعمه وصابون عادي خالص. هنبتدي ندعك وهنجيب من الاركان كده كويس عشان نطلع منها لو في اي حاجه لازقه او كده، وكمان من عند اي زوايا او اي اركان نضفيها حلوه قوي بحيث ما يبقاش اي حاجه لازقه فيها. دايما اتعودي لو هتدهني حاجه تنضفيها الاول عشان ما يبقاش فيها حاجه تلزق في الدهان وتبوظ لك شكله. زي مثلا ما عملت معاكم المطبقيه، كانت مصديه طبعا فصنفرتها ونضفتها. يعني ما تدهنيش على الصدى، ما تدهنيش على اي حاجه لازقه على السطح بتاعك، علشان برضو ما تشوهش الشكل في الاخر وهيبقى باين يعني ان فيها حاجه مش مظبوطه. نبتدي كده بقى. معايا هيبقى ايه؟ انا هبقى محتاجه ايه؟ ما محتاجه لاكيه ابيض. انا هديها وش ابيض، وطبعا الفرش والجوانتي بتاعي اساسي. وكمان بما اني بقى هعملها على الشكل الرمضاني فهبقى محتاجه معايا قماش خياميه. كان عندي يعني جزء كده من السنه اللي فاتت، فابتديت ان انا افرغ الاشكال اللي فيه. تقدري تحطيها كده كلها مثلا بحالها لو الصينيه كبيره هتبتدي تاخد الشكل بتاعك، انما انا حبيت ان انا بما انها صغيره يعني، فجت في دماغي الفكره دي ان انا افرغ الاشكال. يعني مثلا شكل زي ده واشكال زي دي كده، قصيتها طبعا بالمقص قبل ما ابتدي علشان خاطر الوقت وكده. وهبتدي ان انا ازين بيها الصينيه. مثلا هوريكم شكل الكروكي اللي انا هعملها كده، وليكن كده احط مثلا 4 كده في الزوايا. يعني بالطريقه دي كده. بس او قبل ما ابتدي الزقهم انا الاول هديها وش من اللاكيه الابيض. يلا بينا بقى كده نخش في الشغل. دلوقتي طبعا انا اديت لها كده اول وش ابيض. هسيبها تنشف شوية، يعني هديها كده حوالي ساعتين تنشف شوية، بس يفضل الدهان برضو طري، بس ما يبقاش طري قوي زي دلوقتي. وبعدين اول ما يبتدي يشد نفسه كده شوية هنبتدي ان احنا نلزق بقى الاشكال بتاعتنا وهو لسه طري، علشان خاطر طبعا يمسك فيه. والدراعات دي هخليها في الاخر علشان لو حبيت ان انا امسكها او حاجة يبقى اخر حاجة في الشغل خالص علشان اعرف امسك ومبهدلش الدنيا. ودي كده دلوقتي الصينية بتاعتي بعد ما نشفت يعني مش 100%، نشفت حوالي 60%. بحيث ان انتي مثلا لو حطيتي صباعك عليها هتلاقيه ملزق، انما صباعك مش بيسيب اثر. ساعتها هتطلعيها. انا سبتها حوالي، اخدت مني يعني حوالي ساعتين كده في البلكونة. هجيب بقى الاشكال اللي انا قصيتها معاكوا دي، اللي هي من الاشكال بتاعه القماش الخيامية، وهبتدي ان انا الزقها حوالين الصينية. هو ده الشكل اللي انا اخترته. هلزق الاربع اركان دول كده في الاربع زوايا بالطريقه دي. وهي ملزقه ليه؟ ليه انا عملت الطريقه دي؟ قلت علشان خاطر يبقى كده استخدمنا الدهان كأن 2 في 1. يبقى لزق وفي نفس الوقت يبقى دهان، بدل ما اسيبها تنشف 100% وبعدين ارجع احط غيره واسيبها تنشف تاني وهكذا. فقلت خلينا كده نستخدمه هو طري. كمان ليه انا ما حطيتش القماش بتاعي ده وهي طريه على طول يعني. لو كان ورق كنت ممكن عملت كده، لكن ده قماش وكمان القماش الخيامية ده خفيف قوي، فممكن الدهان يشرب
القماش بتاعك، فما تعمليش الحركه دي وتقولي يعني تستسهلي وكده. فلا، استني عليه ينشف شويه وبعدين تحطي القماش بتاعك، عشان خاطر القماش ده هيشرب الدهان. بس كده هتبتدي باطراف اصابعك بقى وتبتدي تضغطي بشكل خفيف كده علشان خاطر تلزقي الاطراف كويس. اهم حاجه الاطراف، وكمان من جوه برضو عشان ما يبقاش فيها هواء او حاجه. هتلزقي الاطراف كده بصوابع ايدك بشكل خفيف خالص، يعني ما تقليش عليها. وبعدين معايا فرشة خفيفة، فرشة رفيعة، دي برضو بدهن بيها. هبتدي اضغط برضو كده بشكل خفيف، بحيث ان يعني لو في هواء او في اي حاجة يطلع معايا، وما يبقاش تحتها في اجزاء قبة كده لبره. عايزاها تبقى كلها شكل متساوي، وكلها شكلها فينش بتاعها حلو ومظبوط. فهضغط كده بشكل خفيف يعني. وبكده ابقى لزقت الاشكال بتاعتي على الصينيه كده زي ما انتم شايفين. طبعا هي لسه هتنشف لانها لسه طبعا طريه من النص. احنا طبعا لزقناها وهي طريه علشان خاطر الاشكال تمسك فيها. هلون الدراعات دي برضو باللون الابيض، وهوديها بقى البلكونه تنشف براحتها. ممكن تقعد يوم تنشف براحتها خالص، ولما ترجع هوريكم بقى شكلها عامل ازاي. وده كده شكل الصينيه بتاعتي بعد ما خلصت. انا اديت لها على الرسومات دي ورنيش مائي، طبقه كده خفيفه. ده الورنيش اللي انا بستخدمه علشان يديني طبقه لمعه عليها، وكمان يحافظ عليها من الميه. بس كده. والايدين بتاعتها لونتها بلون ذهبي عشان ترجع ذهبي زي ما كانت، بمونوكير ذهبي، او ممكن كمان تستخدمي الالوان اللي هي من عند الموان، بس مونوكير اسهل، يعني حاجه سهله وسريعه. وسبتها نشفت خالص، وده كده شكلها. مش حابه بقى، حابه انتي تغيري في الشكل براحتك، انما انا مش حابه احط لها نقط والكلام ده، يعني مش عايزه اقلبها تركي. انا عايزاها كده شكلها كده رمضاني حلوه، ولونها كده حلو يعني. كنت حابة أقولك كمان فكرة بسيطة. ممكن لو مش عندك قماش الخيمية ده تستغني عنه خالص، وتطبعي الأشكال زي اللي أنا قصيتها من القماش دي. حتى أكيد هتلاقي أشكال زي دي على النت، تعملي سيرش على جوجل وهتجيبي أشكال زي دي، وهتطبعيها في برينتر ليزر يعني عشان يطلع لك ألوان. وهتعملي بنفس الطريقة كده بالظبط. هتلوني الصينية، وبعدين هتروحي حاطه عليها قصه بقى الورقه ومفرغاه، وحاطه بنفس الطريقه كده بالظبط. برضو هيبقى معاكي شكله حلو جدا، وهتبقى سهله. وساعتها هتمشي على نفس الخطوات اللي انا عملتها كده، دهان، وبعد كده هتروحي لازقه الورق، وبعد كده هتقومي حاطه طبقه ورنيش مائي اساسي. الورنيش المائي في اي حاجه هنستخدم فيها المايه يعني. طبعا الصواني دي هنغسلها وهنستخدمها في استخدامنا اليومي. طبعا يفضل ان انت تدهنيها طبقه ورنيش مائي علشان تحافظ معاكي على الرسومات اللي انت حطيتيها. وبس، دي كده فكرة النهاردة. لو عندك صينية مصدية او مش عاجباكي، تقدري تغيري فيها وتغيري شكلها خالص. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم لايك على الفيديو، واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفيني. وهتلاقي حاجات تانية كتير جدا عملية يدوية ان شاء الله تعجبك. وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وما تنسيش لايك على الفيديو لو عجبك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.